حلو حبيبي شو حلو. اللمعة خطيرة والله يا جماعة، ولا أي فلتر ولا أي حاجة خالص، أنا كده بطلع لكم بشكل طبيعي أقسم بالله. ده مسلسل بيتعرض في رمضان اسمه أعلى نسبة مشاهدة. طريقة البنات اللي في المسلسل مؤثرة عليا جدا وخلتني إن أنا متحمسة قوي قوي إن أنا أعمل فيديو بطريقة كلامهم، لأنه طريقة كلامهم عجبتني قوي، وحبيت إن أنا أصور لكم الميك اب ده كما لو هم اللي بيحطوه هيقولوا ايه وهيتصرفوا ازاي وهيعملوا ايه. من كتر ما انا اتأثرت بالمسلسل وحبيته فحبيت اعمل عليه فيديو مخصوص، وحباكم انتوا كمان تقولوا لي رأيكم تحت في الكومنت لو عجبتكم فكرة الفيديو. وكمان ما تنسوش تكتبوا لي لو متابعين المسلسل ده ولا لا، ولو انتوا زعلتوا تقريبا هو خلص، فانا مش عارفه يعني، انا حسيت انه كانت اخر حلقه ومفيش حلقه 16، فاعتقد ان هو 15 حلقه بس. فيا ترى كان في حلقه 16 وانا ما شفتهاش. انتوا ما شفتوش المسلسل انصحكم ان انتوا تشوفوه لانه بجد خطير، وطريقتهم في المسلسل حلوه، ومسلسل قصته تحفه، وتمثيلهم فيه يجنن، واقعي جدا جدا جدا، وتحسوا ان هو حقيقي. من كتر ما هو حقيقي اثر على دماغي. فتعالوا اثر على دماغكم واقول لكم هنعمل الميك اب ازاي بطريقه اعلى نسبه مشاهده. فاهم حاجه عشان بشرتك تطلع كده حلوه ان انتي ترطبي وشك كويس قوي. ترطبيه بقى باي حاجه مش هتفرق خالص، المهم ان انتي ترطبيه. فالترطيب اقسم بالله مهم. هتجيبي كده المرطب بتاعك ونحط منه حته حلوه كده توصي بنفسك وما تبخليش على نفسك خالص، ونحط المرطب. اوكي، ودعاكي بقى كده في بشرتك كده وفي وشك، خليه كله 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 طري وعامل زي حته المارشميلون. تحفه اقسم بالله يا جماعه، دي ما دعايه ولا اي حاجه، انا بقول لكم كده عشان خاطر مصلحتكم، عشان احنا الاتنين مع بعض نكون على ميه بيضه. يا نهار اسود، انا بعمل ايه؟ نرجع بس شعرنا كده لورا علشان نقدر نركز في الفيديو. بس اهم حاجه كبسوا كبسوا، واعملوا لايكات وكومنتات وشيروا الفيديو، واعملوا كل حاجه ممكن تعملوها. يلا بينا. هناخد بقى، عارفين اللمعه كده اللي انتوا بتشوفوها في الوش بتاع البنات دي بتكون اسمها هايلايتر ليكويد. الهايلايتر ده بنحطه تحت الفاونديشن، لا، تحت كريم الاساس. مش هينفع فاونديشن في الفيديو ده خالص. فكده بتجيبيه عشان وشك كله يبقى بيلمع وبيبرق وتطلعي كده منوره. حطي من دوت هنا وهنا وفي كل حته في وشك، ما تبخليش على نفسك، انتي صارفه ومكلفه. وبايدينا بقى، مفيش وقت ابدا ان احنا نقعد نستخدم ادوات كتير، وانا جايه النهارده عشان اسهل عليكم الموضوع. اللمعه خطيره، ادهن ادهن وما يهمكش. وشي ينور، وشي ينور على الاخر. يا لهوي يا لهوي يا لهوي يا لهوي، حد يديني منديل عشان الوش كده ما يبقاش اوفر، لانه الاوفر ما بيبقاش حلو خالص خالص في الميك اب. هنحط بعد كده كريم الاساس. كريم الاساس هاتي اللي على قد فلوسك، بس ده اقسم بالله ما اعلان. نحط منه كده شويه كده وشويه هنا وشويه هنا. وانا بحب دايما احط الميك اب ده وانا رايحه المعهد، لا وانا رايحه المعهد. دلوقتي بقى هندمج كل الكلام الجميل ده على وشنا عشان وشنا يطلع كده ايه، فله. وادمجي كده كريم الاساس، وباذن الرحمن هتشوفي وشك ده كده مرايه. كل الناس هتقولك ازاي الحلاوه والطعامه دي كلها. حلو حبيبي شو حلو. انا مش هتكلم، انتي لوحدك هتقولي ايه رايك. وقفي الفيديو واكتبي لي ايه رايك، عشان اهم حاجه في الفيديو ان انتي تكتبي لي رايك عليه. واهم حاجه يا جماعه انا عايزه اقول لكم عليها، اللايكات والاشتراكات، وكمان تكبسوا تكبسوا تكبسوا. انا ما اعرفش تكبسوا فين هنا، بس كبسوا يا جماعه. احنا بلوجر وانفلونسر ترند الفتره دي على السوشيال، وعشان كده انا رحت صورت لكم فيديو تاني على التيك توك، روحوا هناك تابعوني، وكمان كبسوا كبسوا كبسوا. بصوا بقى يا حبايب قلبي، انا بجيب كده اهم حاجه تكنتري وشك وتعملي كونتور. الكونتور ده هو اللي باقيلك لانه بيحدد ملامحك وبيخليكي شكلك قمر على الاخر. هناخد اي لون كونتور انتي بتحبيه وهتعمليه كده وتحطيه وتحددي بيه كده وشك في الحتت اللي انت عايزه تعملي فيها كنتره، لانه الكنتره مهمه جدا عشان تحدد بشرتك كده وتحدد ملامحك وتخلي شكلك قمر قمر قمر، وخصوصا على السوشيال.
بصوا انا مش عارفه انا بعمل ايه وخالص في الفيديو دوت، بس اهم حاجه ان الفيديو تحبوه، واهم حاجه ان انا اكون مبسوطه. يعني سواء بقى طلعت سخيفه طلعت ظريفه مش هتفرق خالص، لانه الموضوع في الاخر كله اذواق. نعمل دقن بقى كده، ما تخافيش خالص، ما تخافيش من الكونتور، لانه الكونتور في الاخر كله هيتشد مع بعضه. ناخد شويه بلاشر. ليه بنحط البلاشر يا بنات؟ عشان البلاشر ده بيخلي وشك كده فيه دمويه وشكلك كده تكوني مصحصحه وزي القمر. اقسم بالله البلاشر ده احلى حاجه في الميك اب. هناخد كده البلاشر وهناخد لون يكون فاقع ومحمر. ليه؟ عشان تباني كده مصحصحه. اهم حاجه ان الواحده فينا تكون مشرقه، خصوصا على السوشيال. هايلايت. الهايلايت ده بقى يا بنات اهم من الكونتور. ليه؟ علشان بيطلع الملامح ويبرزها. فاحنا هناخد من الهايلايت، يعني تاخدي لون يكون من الفواتح خالص وتعملي بيه كده شويه هايلايت، تمشي كده زي خط كده. اهم حاجه ما تحطيش الميك اب ده خالص وانتي رايحه المعهد، لانه هيبقى اوفر. وانا ما بحبش الاوفر، انا بحب كل حاجه تكون بسيطه وهاديه، زي ما انتوا شايفيني كده وعارفيني انا بسيطه وهاديه معاكم. هندمج بقى كل الكلام الجميل دوت مع بعضه. واهم حاجه يا بنات تكون عندكم ضمير، واهم حاجه تكونوا بروفيشنال. تحسوني كده فقدت الشغف سيكا وانا شغاله، فان شاء الله ارجع للشخصيه. هنثبت بقى كل الحاجات الكريميه دي بحاجات باودر. ثبت الكونتور الكريمي بكونتور باودر اهو. خلاص كده. وبعدين هنثبت البلاشر بالبلاشر. هتحسوا ان الموضوع كتير شويه، بس ما تقلقوش، كل ده في الاخر هيبقى تحفه وهيندمج مع بعضه. اوعدكم بكده اقسم بالله. حاجه كده كبيره خالص، فرشه كده تكون كبيره وحلوه وناعمه في اي بودره شفافه عندنا اهو. كتيره قوي بودره، هنرمي الزياده دي. اوكي، شايفين السحابه الالكترونيه دي؟ هنمشي على كله كده. هتلاقوا يا جماعه كله بقى حته واحده. هنجيب بقى المثبت. ليه هنحط مثبت؟ عشان كل حاجه تندمج في البشره وتبقى شكلنا صافي ونقي وزي البنات كده اللي بنشوفهم على السوشيال. والله يا جماعه ولا اي فلتر ولا اي حاجه خالص، انا كده بطلع لكم بشكل طبيعي اقسم بالله. دلوقتي بقى هنحط بقى يا بنات حاجات على العين عشان تخلي كده شكل العين قمرايه وتطلعك شكلك تحفه. فهنجيب اي باليت اي شادو عندنا واي لون. انا مش عايزاكي تكلفي نفسك خالص، اقسم بالله ده ما اعلان. هناخد اي لون كده يكون حلو كده ولايق عليكي. فانا هاخد لون على بني فاتح كده، شايفين اللون ده؟ وهحطه هنا كده في الحته دي بالظبط. واسحبي بقى لبره عشان تاخدي كده العين المسحوبه اللي احنا بنشوفها في البنات اللي على السوشيال دي، وهتطلعي احلى منهم اقسم بالله. بيقولوا لك الدمج مهم والكلام الفارغ ده هوت، اقول لك الدمج مهم والله، او النعمه كلامهم طلع حقيقي والدمج طلع مهم. بس ما تقعديش تدمجي كتير عشان اللون ما يروحش خالص، يعني خلي فيه سنس كده. بما اننا كده بلوجرز وانفلونسرز ترند الفتره دي، فعايزاكم تروحوا تتابعوني على التيك توك، عشان هناك بقى احلى لايفات واحلى حركات. هسيبهولكوا تحت في صندوق الوصف اللي تحت الفيديو، في سهم كده مقلوب هندوس عليه هنلاقي صندوق الوصف لو كنتوا مش عارفين مكانه، وفي صندوق تاني احمر اسمه سبسكرايب او اسمه اشتراك في القناه تدوسوا عليه، وجنبه جرس صغير تدوسوا عليه. ايه يا جماعه ما بتعرفوش تكبسوا ولا ايه؟ الله. بصوا العين نورت وزنهرت. هناخد بعد كده بقى لون كده يكون بيبرق، حاجه كده تخليكي تلمعي من بعيد وتنوري وتلعلطي. فهناخد اللون السيلفر ده وهنحطه كده. يا لهوي يا لهوي، اللون خطير يا جماعه، اقسم بالله خطير على الحقيقه وعلى الكاميرا، وانتوا لوحدكم هتشوفوا. بصوا ايه ده، هتحسوا ان عيني فتحت يعني عليا وعلى جمالي. بس كده الطرفين مع بعض كده واللونين يخشوا كده في قلب بعضيهم.
شرط خالص تستخدمي السيلفر، ممكن كمان تستخدمي الذهبي اللي هو الجولد ده، عارفينه، على حسب. المهم حاجه يكون فيها لمعه كده علشان وانتي رايحه المعهد تكوني منوره وملعلطه. يخرب بيت ام السوشيال على ام الفيديوهات. الواحد خلاص قرب يتجنن. لون بني كده يكون غامق، وهنبتدي كده بقى ايه نحدد كده من تحت علشان العين تبقى متحدده وقمرايه. بصوا بقى الحركه دي ازاي هتفرق في الميك اب بتاعك وهتاخده في حته تانية. بس بصي العينين تحسي ان انتي عملتي مجهود خطير هنا. بس اهم حاجه تجيبي نفس البرش وتدمجي ده من تحت كده. الميك اب ده سهل اقسم بالله، وبيحلي العين وبيخليها كبيره. تقدري كمان تغمقي في الاخر، بس انا بقى عايزه اكون كده ايه يعني الميك اب السيمبل ده، عارفينه اللي هو ايه تحسي ان انتي نو ميك اب، ميك اب اللي انتي مش حاطه ميك اب بس انتي حاطه، عارفين هو ده السيمبل بعينه. بس كده يا جماعه ده ميك اب العيون. هنيجي دلوقتي بقى على ميك اب الشفايف. دلوقتي عشان نرسم الشفايف احلى لون تقدري ترسمي بيه شفايفك هو اللون الاحمر. وعشان تحطي اللون الاحمر لازم تحددي شفايفك. الف ب لون احمر، ان احنا نحدد شفايفنا بقلم بني حصريا، ونحدد الشفايف كده على الخط بالظبط. اوعي تطلعي بره ويكون شكلك اوفر، احنا عايزه شكلك يكون سيمبل على الاخر. هنجيب اللون الاحمر اللي هو يكون كده ايه مش فاقع قوي، اوكي ده مش فاقع خالص. لا بس حلو قوي اقسم بالله خطير. وتعملي كده وهتلاقي شكلك طالع قمرايه. وبس كده حلوين. ده كان الفيديو النهارده، يا رب تكونوا اتبسطتوا معايا ويا رب ما اكونش سخيفه، بس انا كنت يعني هتجنن واقلدهم لان طريقتهم كانت عجباني جدا جدا، وكنت متاثره قوي بالمسلسل، فحبيت ان انا اطلع اهزر معاكم شويه. يا رب يكونش دمي تقيل عليكم. لو عجبكم الفيديو ما تنسوش تعملوا لي لايك وتشتركوا في القناه عشان تشوفوا فيديوهات اكتر، وكمان تسيبوا لي تحت كومنت تشجعني. باي باي.